السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني جدا جدا جدا. اخباركم ايه؟ انا النهاردة قلت هعمل معاكم البوتاجاز والمواعين. إيه بدعك البوتاجاز؟ طبعا انا مرضتش برضه اعمله معاكم كله عشان انا خفت لا نظهر، وانا مش عايزة اظهر في الكاميرا. إيه هدعك البوتاجاز. وبعد كده هقوم عاملة إيه جايبة فوطة مبلولة ومسحة بيها البوتاجاز، وبعد كده فوطة ناشفة. والبوتاجاز بيفضل نضيف، وزي ما انتوا شايفين كده انا بوتاجازي ده بقاله سنين، ولا سنة ولا اتنين، بقاله سنين وزي الفل. وحتى فرن البوتاجاز نضيفه كله. وهغسل بقى طبعا معاكم المواعين. المواعين انا مبيتها من بالليل، قلت هعمل معاكم روتين. قلت هعمل معاكم روتين وقمت مبيته المواعين. هي كانت حاجات بسيطة، كانت حلة رز تقريبا وكم ازازة مية وكم كوباية مية بس، والاطباق بتاعت الغدا. انا متعوده بعد الغدا بعمل مواعين على طول، بس انا قلت ايه الصبح هعمل معاكم كده المواعين والبوتاجاز، لان عايزه اجرب التصوير معاكم. ولو الفيديو في اي حاجه برضو عرفوني. انا بحب كلامكم، مش بزعل من كلامكم. على دماغي من فوق اللي بيقول لك كل كلمه باحترام وادب بالنصيحه، لكن اللي بيشتمني قله ادب الله يسامحه، مش هقول اكتر من كده. وبجد ما تحرمش منكم ابدا. انا دلوقتي بغسل الكوبايات بالليفه، والحله دي الالمونيا انا ما بغسلهاش ببريل. انتوا عارفين طبعا ليه؟ لان البريل ما بينضفش الالمونيا ويخليها تلمع كده، لكن الصابونه السوداء بتخلي المواعين تلمع. انتوا هتشوفوني دلوقتي وانا جايبه الصابونه السوداء، انا ما بستغناش عنه في البيت. لكن الازايز والمواعين اللي هي الاطباق والكوبايات بالليفه دي، الليفه دي اسمها الغزله. الاسكندرانيه برضو والبورسعيديه عارفين يعني ايه غزله. لكن اللي هي بتاع السفنجة ده انا بجيبها مش بتنضف، فانا بحب اغسل بيها كده. انا شطفت الازازة وحطيتها في الفلتر. على فكرة الازازة ده هتقع تاني من الفلتر وهغسلها تاني. انا البريل كان خلص وانا ما كنتش اعرف اللي هو خلص، بس مش مشكلة يعني. احنا هننزل نجيب باذن الله مشتريات وهصورها معاكم طبعا. وانا وعدتكم ان انا هنزل اصور لكم في السوق، فهنزل برضو اصور لكم في السوق. انا عشان لسه برضو محروجة امشي بالتليفون ازاي او كده، مش بقول لكم هتقع دلوقتي. مش محروجة امشي طبعا في السوق ازاي اصور وكده. بس باذن الله هصور زي ما كنت محروجة الاول ما اتكلمش. دلوقتي الحمد لله بتكلم وبرد على الناس. انا دلوقتي بشرب الازازة من تاني، احطها طبعا بملاها من الفلتر اللي بنشرب من الفلتر احنا، لان عندنا المية بورفؤاد مالحة جدا، لكن في بورسعيد المية حلوة، ما نشربش من الفلتر. والحمد لله يعني على كل حال. وبجد بجد بحبكم جدا، لان تعليقاتكم بتفرق معايا. وبالله عليكم لو يا رب ذكرني لو الصوت في حاجة عرفوني برضو. انا حبيت اتكلم معاكم كده. لكن انا بعد كده لا، انا هتكلم في الفيديو بالصوت عادي، لان انا مرتاحه وانا بتكلم معاكم، حاسه ان انتوا سامعيني كده. وبس انا عملت على صوت المواعين، بس صوت المواعين صعب. على فكرة انا الحوض عندي مش مكتوم، انا اللي سايبه فيه شوية المية دول. بحب المية الحوض يبقى مليان مية كده وانا بغسل المواعين، لان انا مواعيني برضو مش كتيرة. ف فعادي بسيب المية في الحوض عادي. الازايز دي انا بمليها ليه وبحب اركنها ليه؟ انا في السقعة بحب املي الازايز من الفلتر واركنها واشرب منها. هوريها لكم برضو في الفيديو بتاع النهارده اللي انا مصوره، هوريها لكم وانا راكناها على الحوض. لان انا ما بحبش اجيب ميه على طول في الكوبايه واشربها، لازم الميه بتاعتي بتبقى في ازازه. مش عارفه ليه بس انا كده. بصوا الحوض مش مكتوم يا قلبي. انا شلت الصفايه بتاعته تقريبا. اه شلت الصفايه بتاعته شويه، لكن انا الحوض مش مكتوب. انا لو غسلت معاكم مواعين تانية هتتلاقوني برضه عامله الحوض كده. جبت حته السلك عشان كنت مش مقتنعه اللي المجات بتاعت الشوربه نضيفه، قمت دعكها برضو بالسلك. يا رب الفيديو يكون عجبكم. وطبعا انا مش عارفه اجري الفيديو، فقلت اما اعمل معاكم المواعين. هو كده كده الفيديو مش طويل، مش طويل خالص. بس انا برضو مرضتش اعمل معاكم صوت المواعين، كان صعب جدا. وانا من النوع اللي بسمع عليا الناس وانا بغسل المواعين، لا صعبه وانا بغسل المواعين جدا. انا متهيالي دلوقتي هملي ازازه البريل دي شويه ميه. اه هملاها شويه ميه
وهقوم حطاها لان هي فيها بريل، بس البريل لازق في الازازه، لان انا مش بغسل المواعين ببريل على طول. انا بغسل المواعين اكتر المواعين اللي عندي المونيا بتاعت ام الله يرحمها. لكن انا عندي طقم الجرانيت، بس انا مش بحب اغسل اطبخ فيه. انا بحب اطبخ في الالمونيا عشان انا بحب الحاجه الالمونيا. وبالله عليكم شاهدوا الفيديو كامل، وما تنسونوش في اللايك عشان القناه تكبر، نفسي تكبر. هي الحمد لله الحمد لله الحمد لله بيكو هتكبر. وبجد انتوا مش بتسيبوني. انا كده جبت الصابونه، يا رب تكون واضحه. عملتها، انا بوريكم الصابونه والسلك اهي والليفه. انا بدعك برضو المعالق بالصابون الاسود، وشوفوا بدعكها جامد ازاي، لان هو بينضف جدا. يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي المواعين عامله ازاي، ومن غير ما تشوفوا هي المواعين باينه وواضحه، لان الصابون الاسود ده احسن من اي بريل واحسن من اي حاجه. انا بغسل اهو، يا رب بس يكون واضح لكم، لان انا اول مره اصور التصوير ده. و... وربنا يخليها يا رب اللي ساعدتني وخلتني جبت الستاند. احلى سماسمه في الدنيا، ربنا يبارك لك يا رب يا قلبي. دلوقتي انا رحت وديت المعالق، اكيد طالما انا غبت كده يبقى رحت وديت المعالق. انا اسفه عشان مش عارفه اجري الفيديو، بس احنا هنتعلم وهنشوف هنعمل ايه. شايفين؟ بصوا شايفين الالمونيا بتلمع ازاي من ايه؟ من الصابون. صدقوني انا مش هحلف، من الصابون الاسود. الصابون الاسود حكايه. انا عارفه اللي دعك المواعين عايز صحه وعايز يعني، بس انا متعوده على الالمونيا. شايفين المنظر؟ انا متعوده على الالمونيا، انا معرفش الالمونيا. انا عندي الحمد لله الطقم الجرانيت، بس لا، الالمونيا. شوفوا انا ببري الصابون ازاي على السلك، ببريها قوي. بصوا بقى انا بدعك بعزم ما فيا في الغطا. هتشوفوا دلوقتي وانا بدعك. انا سبت الغطا ورحت حته وقمت راجعه تاني. ايوه انا سبته وطفيته ورحت حته وقمت راجعه. شوفوا انا عروق ايدي باينه اللي انا بدعك قوي. فهي الالمونيا صعبه، بس صدقوني احلى احلى طبيخ واحلى اكل في الالمونيا. ربنا يبارك لكم يا رب، وما تحرمش من اي حد بيحط لي لايك وكومنت حلو. انتوا بتفرحوني، في ناس كتير بجد بتفرحنا وبتشاهد الفيديو كامل. يا ريت يا ريت تشاهدوا الفيديو كامل، لان بجد نفس القناه تكبر. هي طبعا هتكبر بكم، ما تحرمش منكم، ما تحرمش اللي وصلني ل1100. اشكركم جدا 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 يا رب، ودايما معايا انا مش طماعه، بس اكيد طالما انا داخله مجال او مثلا انا هسميه شغل، عايزه ابقى طموحات اكبر من كده. هو مش طمع، هو طموحات ان انا اكبر، وهكبر باذن الله بيكو، ومش هينفع اكبر الا بيكو. شايفين الحله عامله ازاي؟ ربنا يبارك لكم يا رب، ربنا يبارك لكم. انا كده خلصت المواعين. انا كده هروح اعين المواعين بقى. الحله دي هسيبها تتصفى هي والمقلايه، لان الحله ده انا هطبخ فيها. انا كده هروح اعين الكوبايات والاطباق وهاجي. ايوه هعين الكوبايات والاطباق وهاجي. ربنا يبارك لكم يا رب كلكم. وصدقوني هتعلم الفيديو بيتجرى ازاي وهعملها، لان احنا برضو لسه. فانا دلوقتي بشيل الحاجه اللي في الحوض. دلوقتي هدعكوا بقى بالصابونه، بالسلكه والصابونه. بصوا هو الحوض بتاعي الحمد لله الحمد لله نضيف وكل حاجه، بس انتوا لو تركزوا تحسوا اللي هو فيه رمل. شايفين الفتحه بتاعت السخان؟ احنا عندنا السخان غاز، فالفتحه دي في الشتاء كمان بالاكتر بتدخل رمل فظيع. انا شايفه جرابات على النت ليها، فعايزه اجرب واجيب، بس خايفه تكون غلط، لان احنا في الشتاء السخان بيبقى شغال على طول الغاز. قولولي برضو ينفع تتقفل ولا لا، عرفوني في الكومنتات، لان انا خايفه اقفلها. انا كده بقى غسلت الحوض، وهوريكم طبعا انا هطبخ ايه. انا كده خلصت الحوض، انا كده هوريكم بقى انا هطبخ ايه. بصوا شايفين؟ يا رب يكون واضح. انا كده كنت بكلمكم اصلا في الفيديو، وكنت عماله اقول لكم الدبوري كبير.
احنا عندنا البوري في شهر 12 وشهر 1 وشهر 2، او شهر 12 وواحد بس، وبقى مبطرخ وبقى ايه حلو. هو السمك عامة في بورسعيد كله جميل، بس الشتاء عايز سمك. هنا طبعا انا عملت شوربة الشوربة بتاعت السمك، عملت بصلاية مرتة وحطيت فيها حبهان ومستكة ونقطة زيت وقلبتهم وقمت حاطة عليهم المية. غلط طبعا، انا عاملاها معاكم قبل كده، شوفوا انا بوريها لكم تاني. هي كده استوت، بس انا مهديه عليها النار. وهنضف السمك طبعا. شوفوا انا كده نضفت السمكة، هي كانت صعبة على ايدي وانا بعملها، بس حاولت ونضفتها. انا من النوع اللي ما بحبش اجيب السمك متنضف ابدا، اي سمك بنضفه الحمد لله وبعرف اعمله. هنا بقى انا بغسل السمك كويس، لان البوري بيبقى فيه زفارة عن اي سمك. اللي يقولك لا البوري مش زفر وما اعرفش ايه، لا بيكذب عليكي. وهتشوفوا دلوقتي بعينكم ما بحط الملح والليمون. لان بصوا انا حطيت ملح كتير ليه؟ عشان فص البوري بيبقى تخين، لازم يتملح كويس. وبسيبه فترة، مش بروح اطبخه على طول. شوفوا هنا في دم، الدم ده ما بيروحش الا من الملح والليمون. انا البوري لازم يتغسل كويس جدا جدا، واي سمك عامه، لان السمك اللي بيقولك لا السمك مش زفر، لا ما اعرفش إيه، لا السمك زفر وفي زفره جامده. يعني في اكل مش زفر زي السمك، في يعني بيقولك الفراخ فيها زفره، بس السمك اصفر من الفراخ. احنا بنغسل الفراخ بالدقيق والملح وكده. بص انا غسلت ايدي ببريل، وجبت الرز وغسلته. تعرفوا انا جبت الرز وغسلته ليه؟ عشان احنا بنحط ميه الرز على السمك. ليه؟ لو فيها اي زفاره، حتى لو انا عملت العمله دي من غير ما احط ليمون، بيبقى ريحته حلوه. وبصوا ده اللي انا بقول عليه، شايفين الزفاره طلعت فوق ازاي؟ الدم ده كل الريم الابيض ده بيبقى الدم. فطبعا غسلته كويس. انا مش هوريكم طبعا وانا بطبخ معاكم، بس انا حبيت اوريكم ايه السمك انا بعمله ازاي، لان ناس كتيره بتفضل تقول لي ايه صورنا وانت بتعملي السمك. فشايفين ميه الرز دي حلوه قوي 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 للسمك. شوفوا كل ما حطيتها كل ما الميه بتاعته بتفتح. وهو السمك عامه البوري ما الدم بتاعه بينزل على طول، عكس التونه وعكس الحاجات دي. السمكه التونه بنقعدها كام ساعه، لكن البوري لا. وبجد اللي بيسألني على السمكة اللي اسمها البسارية، هي موجودة في كل الأسواق. احنا عندنا الحمد لله هي موجودة على طول. يعني هي في الصيف موجودة وفي الشتاء موجودة، بس هي موجودة الأيام دي كتير. واللي عايز أي تفسير على أي حاجة من السمك أنا أتكلم وأقول لكم. أنا بسم الله ما شاء الله يعني في السمك. أنا كده الحمد لله غسلت الرز ورحت ولعت عليه وعملت السمك، وده الاكل بقى في الاخر. شايفين المنظر؟ قسمت البرايه لقيتها كبيره، قسمتها عملت مقلي وشوربه. وعلى فكره الغدا ده متغديين بيه يومين، وبرضه مصور لكم النهارده في فيديو النهارده في الروتين بتاع النهارده السمك الاكل البايت. الحمد لله ما برميش حاجه، لان فعلا الحاجه غاليه واحنا شخصين في البيت الاكل بيقضينا وبيفيد. والحمد لله على كل حال. بجد بجد بحبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. مع السلامة.